تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى دلوقتي مراجعة الميد ترم، ومعانا اختبار ميد ترم 2025. تمام كده، 2024 2025، ومباشرة على طول البارت العملي. تمام، MCQ خلاص قلنا نذاكره ازاي، ملفات اختيارات قديمة محلولة. شكرا. المقال اللي فوق البارت 3 هنا برضه قلنا نذاكره ازاي. المقال ده هتروح تقرا ملخصات ليه، اختبارات محلولة قديمة أو ملخصات الدكتور موفرينها في المادة. تمام كده، زي ما قلنا في ملخصات دكتور دعاء وفي ملخصات كتيرة، حتى في ملخصات للي بيعمل الاختبار للمادة. فأنت تقرا ملخصات للأسئلة دي، والجزء النظري عليك لو حبيت إنك تجيب تقدير في المادة. لكن احنا يهمنا طبعا الجزء العملي. طيب تعالى نبدأ الجزء العملي هنا بارت 3. أول سؤال معانا يعتبر انه جاب سيناريو وقال لك انت اكتب الكود، عشان كان في كل بيسأل لما وانا هكتب كود. وزي ما قلنا كانت الاسئله دي بتسالوها لان كان دايما الكود هو بيقدمه لك. ومعانا هنا سؤال، يعني سؤال 2 هنا question 2 ده جاي كده. لا انا شغال ثواني. ايوه question 2 ده سؤال هو مديك الكود وانت تطلع الاوتبوت. لكن question 1 هنا ده سيناريو وانت عليك تكتب الكود. تمام، والاتنين على جافا سكريبت. معانا هنا سؤالين على جافا سكريبت، وسؤال واحد على CSS، وسؤال واحد على HTML. هل الكلام ده ثابت؟ لا، محدش قال كده. هو اللي بيتكرر دايما ال CSS وال HTML سواء ميد ولا فاينل، فالكلام ده ثابت. CSS HTML الاتنين دول ثابتين. لكن موضوع ان يجي سؤالين اتنين جافا سكريبت هنا دي ايه اللي متغيره. ممكن يجيب سؤال جافا سكريبت وسؤال PHP، ممكن يروح جايب سؤال ده واللود تايم بس ويبقى CSS و HTML وخلاص خلصنا. ممكن يجيب سؤالين PHP. تمام كده، وممكن سؤال جافا سكريبت او PHP واحد بس وده واللود تايم، وممكن ولا واحدة فيهم يبقى سؤال SQL والSQL وكل الكلام ده احنا خلصناه، خلاص شرحناه كله. تمام، فالثابت ال HTML وال CSS، لكن ده واللود تايم PHP جافا سكريبت والSQL الأربعة التانيين هو بينقي ما بينهم. هنا قرر يجيب اتنين جافا سكريبت. خلاص تمام، تعال احنا بقى نشوف السؤالين. طيب الأسئلة بتقول ايه؟ السؤال الأول زي ما قلنا هو مدي سيناريو واحنا هنكتب الكود. بيقولك ببساطة اكتب لي كود HTML. ماشي، included with JavaScript، يعني الجافا سكريبت مكتوبة جوه HTML، يبقى HTML head body، وجوه البادي الموظف اللي اسمه سكريبت اللي بنكتب جواه اكواد الجافا سكريبت زي ما قلنا في فيديو جافا سكريبت، برجع اشوفه. تمام، تمام، ده قناة برايفت تقريبا. طيب تعال نكمل. اسمه ايه؟ هنكتب السكريبت جوه البادي بقى. هي دي المعلومه، ان هو هنا بيقول لك انكلودد وذ جافا سكريبت، فهي دي تركز فيها. HTML مكتوب جواها كود الجافا سكريبت. ممكن في سيناريو تاني يقول لك ان الجافا سكريبت في ملف لوحدها، يبقى ساعتها محتاجين نعمل العقد، والعقد قلنا بيتعمل ازاي؟ برضه بسكريبت بس جوه ايه؟ جوه الهيد. تمام كده. طيب فتعالى هنا كود that will validate the password. هنكتب كود جافا سكريبت هيشيك على الباسورد. validate يعني في شرط المفروض يتحقق في الباسورد عشان اقول لك تمام. تمام، and user name، يعني في شروط للباسورد واليوزر نيم. لو حصلت يبقى validated متحقق منه. خلاص خلصنا. تمام، شكرا، اشتغل. طب ايه الشروط؟ based on the following criteria، بناء على المعايير التالية. ايه هي معايير ان احنا نقول ان الباسورد واليوزر نيم دول validated وتمام وعدي؟ بيقول لك ان لو اللينث طول كاركترز الحروف اوف ذا باسورد، الباسورد لو عدد الخانات، عدد الحروف والارقام والكلمات، عدد الحاجه المكتوبه في خانه الباسورد is greater than or equal 8، اكبر من او بتساوي 8، and the same time، وفي نفس الوقت the length of the characters of the username، يبقى كده الباسورد واليوزر نيم is less than or equal 12، less than or equal 12. تمام، يبقى يوزر نيم هنا باسورد اكبر منها ويساوي 8، يوزر نيم UN يبقى اصغر منها ويساوي 12. then both password and user name are valid otherwise they are invalid. يبقى لو كلمة السر اقل منها وتساوي 8، اكبر منها وتساوي 8، احنا راضين بيك.
مش عايزين كلمة سر اقل من 8 حروف. تمام، وده في اغلب المواقع النهاردة. ولو اسم المستخدم اقل من او يساوي 12 احنا راضيين، يعني اسمك ما يزيدش عن 12 حرف. تمام كده بس، فدي فاليديتد. ده كود سهل. المهم الكتابة بقى، انت راجل بتكتب على ورقة. انا يمكن احله قدامك دلوقتي ايه، هو حل قدامك دلوقتي على الفي اس كود. فاحنا تعالى كده هنشتغل في اس كود. انت اشتغل في اس كود عادي ورايا في الفيديو، لكن في نفس الوقت روح اكتب على ورقه. تمام، اهم حاجه على ورقه لانك هتختبر على ورقه. هسميها اي حاجه لاننا مش مهم. تيست دوت اتش تي ام ال، لان احنا هنعمل ملف اتش تي ام ال هنكتب جواه الجافا سكريبت. وادوس كرييت. اي ملف اي ملف اي ملف، نيو فولدر، ونسميه تيست. تمام كده على اساس اختبار، يعني اشتغل create file. ادينا عملنا ملف html. الموظفين، اول موظف اللي تحت ايده الموظفين دول كلهم html. تاني موظف تحت ايده الهيد. تمام. تالت موظف تحت ايده البادي. تمام. طيب، وبعدين نرجع بقى نشوف. هو مش مدي اسم ولا مدي اي حاجه، هو دخل على طول في التفاصيل ومش مدي اي تفاصيل اسمها تانية. فنيجي جوه البادي نكتب الكود بقى. انت كده اكتب كده في الاختبار. تمام، يعني انت يبقى اكتب بالشكل ده في الاختبار. طيب تعالى كده ثواني، هنيجي نقول في البادي ايه. اول حاجه ده كود جافا سكريبت، يبقى الموظف سكريبت. تمام، الموظف سكريبت. حلو اوي. الموظف سكريبت جواه ايه؟ الموظف سكريبت جواه ايه؟ بنشيك على باسورد وعلى فاليو، يبقى دول هنستلمهم من المستخدم. تمام كده. فنيجي هنا، وطبعا استلام مدخل من المستخدم كنا قلناها في فيديو الجافا سكريبت عن طريق برومبت، كانت بتنزل في المربع اللي فوق تبع الاليرت وبيسالوا على اسمه والباسورد. فنيجي هنا خلينا نعمل اتنين فاريبل، وليكن مثلا يوزر نيم. قلنا ان الفاريبل المتغير نقدر نعمله var بليت او بدون ما نكتب الكلمتين دول، ونكتب برومبت. تمام، هي دي الكي وورد عشان تطلب اسم او ايه، باسورد. ونيجي هنا نقفل كده. عايزين مثلا جوه برومبت هنا نكتب ايه، رسالة enter your username. تمام، enter your name. تمام كده، تمام اوي. enter your name. طيب بعدين بعد enter your name باسورد، نسميه باسورد. تمام كده equal prompt. تمام، prompt هنا keyword prompt بال HTML بس input، بالجافا سكريبت prompt. ونيجي هنا enter your password، enter your password. طيب كده احنا سألنا المستخدم على الاسم وكلمة السر. validated بقى امتى؟ قال لك ده يكون اكبر منها ويساوي 8، ده اقل منها ويساوي 12. هنعملها ازاي؟ بالif ستيتمنت، لان احنا بنقول اذا او اذا، ففي شروط. فخلينا نعمل الif اللي هو كاتبها دي، بس احنا مش عايزينها في حاجة. تمام، احنا مش عايزينها في حاجة. هات كده. مش عايزين ده، عايزين هنكتب رسالة valid و not valid، وبرضو احذف ده كده. تمام، هنكتب ايه؟ عندنا شرطين، فيبقى في علامة اللاند اللي هي شيفت 7. تمام كده، معلش ثواني. شرط هنا وشرط هنا، واللاند لازم الاتنين يكونوا ترو. الشرط الاول بيقول لي ان اليوزر نيم، اليوزر نيم ايه بقى؟ احنا عايزين مش نسأل عن قيمة ان اليوزر نيم يكون اسمه كذا، لا، احنا عايزين اليوزر نيم، اليوزر نيم عدد الكاركترز فيه مربوط برقم، انه يكون زي ما هو قال لنا اقل منها ويساوي 12. فعدد الحروف بقى بتعمله ازاي؟ بتستدعي حاجه اسمها لينث دوت لينث. تمام كده اهو، خلينا نعمل لك زوم. دوت لينث دي هي عدد حروف اليوزر نيم. لنفرض ان المستخدم مثلا كتب اسمه علي، يبقى 1 2 3. تمام كده، وده هو عدد الحروف خلاص. فهي لينث بتعد عدد الحروف. طيب عايزينه اكبر من كام ويساوي كام؟ ما قالش اكبر من، قال اقل منها ويساوي 12. اقل منها ويساوي 12. اند ايه الشرط التاني؟ الشرط التاني بيقول ان الباسورد برضو باسورد دوت لينث نفس الحاجة، عدد حروفه مالها تكون اكبر منها وتساوي 8، يعني بدءا من 8 وفوق، ما يبقاش تحت ال8. هنكتب ايه؟ validated.
بس اديله اي جمله they are valid بس. فبنكتب الطباعه، جمله الطباعه هنا قلنا في اللغه دي ايه؟ document dot write. تمام. ورايت رايت لين قلنا ما بتشتغلش هنا، ملهاش لازمه الرايت والرايت لين، مفيش فرق بينهم هنا عشان ننزل بنعمل بريك لاين. طيب فنقول ايه؟ خلينا محترفين شويه. باسورد. تمام. يوزر نيم ويل. تمام اصبر كده، محتاجة ده كله وسع. بتبقى عيب بعد شوية ان انت لما بتقعد تخلي هو يكمل الكود كده، العيبة بتاعتها انك مش عارف تكتب بحرية بنفسك، مصر هو يقترح عليك and password are valid بس. طيب username and password are valid نفس الجملة بس ايه؟ هنيجي نقول هنا not مش not valid، لان لو الاف اشتغلت الالس ما تشتغلش خلاص، بس لو الالس اشتغلت وطلع انه فعلا قال الالس تشتغل، فنيجي هنا are not valid. تمام. واعمل له علامتين تعجب كده عشان تميز. تمام. طيب عايزين نشوف الشغل ده. قلنا reveal in file explorer. تمام كده، اضغط عليها ضغطتين هيودينا هنا. انزل ادي الويب سايت اهو، بيقول له enter your password. خلينا نقول من 1 ل8 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي. والغريب انه مطلبش يوزر نيم. enter your username prompt. ماله بيطلب باسورد ليه بس؟ enter your name احمد علي. تمام كده. كمان مثلا باسورد 1 2 3 4 5 6 7 8. username and password are not valid يبقى اقل. تمام. عايزين نظبطها ولا اقل من 12. فتعالى نعمل ريلود. enter your name احمد، ودي ادي 1 2 3 4 5. المسافة برضو بتتحسب 6 7. ده كده 5. 1 2 3 4 5 والمسافة 6 7 8. يبقى لو خليناها احمد البس، عزفنا عادي، دوسنا اوكي، وجينا على الباسورد قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ودوسنا اوكي، بقى يوزر نيم اند باسورد ار فاليد، لان الاسم ما كسرش حاجز ال 12 والباسورد من 8 وفوق. تمام. وصل عند 8 ولو زاد عادي، انما ينزل عند 8 كان هيقول نوت فاليد. تمام كده. تمام. طيب خلص السؤال ده. حجم الإجابة أهو، شفت حجم الإجابة عبيط. أدي الأكواد نفسها. ولما دام قالك إن هو كود جافا سكريبت جوه كود اتش تي ام ال، يبقى أنت تعمل إيه؟ تتأكد إنك تكتب ال HTML الأول والهيد والبادي وموظف سكريبت جوه البادي. ليه؟ كلهم بدرجاتهم، عشان هو مش كاتب في عنوان السؤال ان هو جافا سكريبت انكلودد ان اتش تي ام ال على الفاضي. تمام. فده من درجة السؤال. طيب السؤال زي ما احنا شايفين درجته ب5. طيب تعال نعزف. نخش بقى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ايه؟ مغامرة شوية. السؤال اللي بعده برضه هو سؤال جافا سكريبت. بيقول لك ان انت لو عندك الملفين دول، ان احنا عندنا 2 ملفات، full mta.html ملف صيغته بتنتهي ب HTML، وعندك ملف تاني full mta برضه بس صيغته بتنتهي بدوت جافا سكريبت. يعني عندك ملف لوحده HTML مكتوب فيها كود HTML، وعامل عقد مع ملف تاني مكتوب فيه صيغته جافا سكريبت، ملف جافا سكريبت مكتوب فيه دالة هناك الناحية التانية. تمام كده اهو، هنا وهنا. هيقول لك ايه بقى الاوتبوت؟ الكود ده على بعضه اللي هنا وهنا في السؤال اللي تحت، لما يشتغل على الكمبيوتر الاوتبوت اللي هيظهر في خانة الاوتبوت ايه هو ده اللي بيسألك عليه. طيب فتعالى نصغر كده. هنا بقى سؤال تريسنج تتبع، اللي فوق ب5 درجات وده كمان ب5 درجات اهو. بس بيقول لك ايه؟ ادي السؤال. بص ده كله واحد، ده عرض بيعرض لك الملف ال HTML، وهنا ده عرض بيعرض لك ملف الجافا سكريبت. هو لسه ما سألش السؤال فين. السؤال اهو what will be the output if we run، لو احنا شغلنا full mta b3 part 3 question 2.html،
لو شغلنا ملف ال HTML ده ايه الاوتبوت اللي هيظهر على الشاشة؟ خدت بالك؟ تمام. نيجي نشوف ملف ال HTML اللي فوق، وانا عاوز نكتب الكود. انا اديني كده لحظة، ممكن حتى بقطعه في الفيديو. خلينا اكتب الكود عشان ايه اظبطكم في الاجابة تبعه، بدل ما نقعد احنا ننجم. هوريك الاجابة الاول واوريك انت تحسبها ازاي. هو عامل عقد اهو، سكريبت عشان يوصل مع الملف التاني. الملف التاني قلنا بنوصل تايب. تمام. تايب دي مش معانا، مش معانا، هو اللي كاتبها. تمام. ما كانتش في الملف. نيجي هنا بتكتب سورس وتكتب اسم الملف التاني. اسم الملف التاني فول mta بارت 3 b 3 question 2 q2 دوت جافا سكريبت. تمام. جوه هنا عندنا اكواد بتقول سكريبت، موظف السكريبت معانا هنا. تمام. سكريبت. جوه موظف السكريبت عندنا ايه؟ فور لوب. فور. تمام. الفور لوب دي جواها اي بتساوي 13. بدأت من رقم كبير يبقى هينزل، مش هيبقى انكريمنت اي بلس بلس، لا اي ماينس. ونعرفش ماينس كام، دقيقة هنشوف. واي اكبر من 3، يبقى احنا ماشيين من 13 لحد 3. هننزل من 13 لحد 3. وقال لي اي بتساوي اي بناقص 2. اي بتساوي اي ناقص 2، يبقى اي كل مرة بنطرح منها 2، مش بتزيد 1 وبتنقص 1، لا بينقص منها 2. تمام كده. هنا اي. طيب ونيجي هنا اي بتنقص منها 2. ثواني. البيرفورم. بيرفورم. تمام. وبيرفورم دي هتبقى دالة فانكشن، واعتقد شرحنا الدوال كلها، وبتكتبها في جافا سكريبت بكلمة فانكشن. تمام كده. طيب 12 3. انا ليه بكتب السؤال؟ لان لو كتبنا السؤال هشرح عليه واقفل بقى الشاشة اللي في الجنب دي عشان نركز براحتنا. طيب تعال نعمل ملف الجافا سكريبت. يلا. فايل. انا عايز الاسم ده، اسم الملف اللي هنعمل معاه، لان احنا هنكريت فايل جافا سكريبت. نيو فايل، نديله الاسم ده دوت جافا سكريبت. سايف جنبك في الملف. الملف ده بقى محطوط فيه فانكشن اللي هو بيقول لنا عليها، فاكتب بسرعة فانكشن. تمام. اسمها بيرفورم. تمام. الانبوت اللي جاي لها حاجة اسمها كاونتر، وجاي لها حاجة اسمها ستارت، وجاي لها ستارت. تمام. وجاي لها حاجة اسمها end. ده السؤال، انا كده بس بنقول السؤال، احنا لسه ما حلناش. تمام. وبتعمل ايه؟ وخلينا نكتب الكلام ده عشان ايه نخلص. احذف ده واحذف ده. هنا في else. تمام. هنا بيعمل ايه؟ الشرط بيقول له ان لو كاونتر ناقص 10 اكبر من end or او ان كاونتر اقل من او يساوي start. تمام. هنعمل ايه؟ هنطبع document دوت write. تمام. document دوت write counter plus break line. بس غريبة دي بريك لاين، علامة التنصيص نسينا. تمام كده. واعمل تاج البريك لاين. تمام. ونيجي هنا هنطبع ده لو حصل. لو ما حصلش هو في الالس كاتب ايه؟ بيطبع الستارت. هات جملة الطباعة الزا هنا. تمام. بس كده. تمام. مالهم دول؟ رايت لين قريبة. طيب هو ده السؤال. تعالى بقى نركز في السؤال. ايه الاوتبوت تبع الكود ده؟ تمام. طب عايز له صحيان كده. تعالى
ان احنا هنعمل تريسنج، وزي ما قلنا دي طريقة الجدول. انا هنا بحل السؤال ده ازاي؟ عن طريق ان نعمل الجدول. طيب عاوز اعمل الجدول، معرفش، عايز اشغل نوت باد او حتى بينت الرسام. احنا ممكن نشغل الصفحة دي، تمام، ونيجي نعمل الجدول هنا. طيب مش عايز ابقى مبالغ اوي كده، هو الحجم قد ايه؟ بس عايز صورة السؤال قدامي. تمام. الاكواد. طيب هنقسم بقى اهو. اسمح لي بقى اظبط لك الجدول. طريقة الجدول دي اللي كنا قلناها في الشرح في الورك شوب برضو، تعملها له عادي في ورقة السؤال. تمام. احنا هنمشي من 13 ل3 وبننقص 2، فمش هنمشي كتير. يبقى خلينا كده، هات احذف الكلام ده وخلينا اكتب كتابة احسن. تكست، اجي اكتب هنا ان اي بتبدأ من 13، دي البداية. كده لسه هتحرك العربية، اي بتساوي 13. تمام. ودي هقفل بعدها على طول بخط. تمام. طيب وبعدين الفرامل اللي هي المرحلة التانية في الفور لوب، اي اكبر من 3، دي الفرامل اللي هنوقف اول ما نبقى فوق ال3 بالظبط، اللي هو عند كام؟ عند 4. لان اقل اكبر من، مش اكبر منها ويساوي، يبقى اول ما نوصل عند 4 اي بتساوي 4، خلاص وقف اللوب دي. تمام. نيجي هنا. طيب بعد كده المرحلة التالتة بتشتغل الحشوة تبع الفور بقى، التفاصيل اللي جوه الفور تشتغل. وجوه الفور مكتوب ايه؟ جوه الفور مكتوب بيرفورم، اكتبها بيرفورم. جواها بيبعت لبرفورم الدالة، بيبعت لها الاي نفسها تبع الفور لوب، وبيبعت لها رقم 12، وبيبعت لها الرقم 13. يبقى اللي بيتغير كل مرة الاي، لكن 12 و13 دول ثابتين. هو بيبعت لها كده كل مرة، فحطه ده هنا. تمام، لان ده الحاجة اللي بتحصل، دي المرحلة رقم 3. اكيد فاكرين الترتيب تبع الفور لوب. ونيجي نقفل هنا، عايزين خطوط مستقيمة بقى، تعالى كده. لو تفتكر ترتيب الفور لوب عادي، لو قفلنا كده قلنا اي تساوي 13، دي المرحلة 1. اي اقل من 3 اكبر من 3، دي المرحلة 2. وايه ده؟ دي المرحلة 2. بعدها المرحلة 3 حشوة الفور لوب، والمرحلة 4 الزيادة والنقصان، الانكريمنت والديكريمنت. تمام، اللي هي المرحلة دي. فأهم حاجة تكون فاكر الترتيب ده. طيب نيجي هنا، هنعمل ايه بقى؟ الزيادة والنقصان دلوقتي بتنقص كام؟ قال لي اي بتساوي اي ناقص 2، بينزل 2 كل مرة، يعني من عند 13 أول مرة هينزل 2 بعديها. طيب الجدول ده بنعمله ليه؟ لو اعتمدنا على دماغنا هنحل غلط، في اللي بتيجي معاه صح بس هيعدي وقت كتير، ما تراهنش، اعمل الجدول واخلص. وكنت بعمله في كراسة الإجابة عادي، وبعد كده أقول اسم السؤال واكتب أنسر واكتب الأنسر وخلاص، شكرا. تمام. طيب كده خلصنا ده كده. ده كده معلش ثواني. تمام، خلينا نشغل عدم الإزعاج بس ثواني. طيب تعالى معلش، عايزين ايه؟ نروح بقى على الجزء التاني من الصورة. أنا الصورة مشغلها قدامي هنا، ثواني. الجزء التاني بيتكلم على البرفورم بقى. البرفورم بتعمل ايه؟ لازم نكتب تفاصيل البرفورم برضو. تمام، يعني ده كده نص السؤال، لحد هنا كده سؤال، مش سؤال، فقرة، حاجة بتحصل، الفور لوب ده كده محتوى الفور. تمام. نيجي لمحتوى البرفورم بقى. البرفورم كان جواها آه
هي بتستلم الكاونتر والستارت والاند. فاجي اكتب هنا perform. تمام. كاونتر، وده مش هتكتبه في كراسة الإجابة، احنا لو كتبنا perform كفاية، لأن المهم اللي جوه perform. عندك جوه perform ايه؟ حاجتين. الأولى تكتب الإف، تمام، والتانية الإلس بس، وهنطبع اللي اشتغل في الإلس واللي اشتغل في الإف لما نجيلها، ونيجي كده دي كده بيرفورم. تمام. نيجي أول مرة نبتدي بقى، هنبتدي أول مرة الآي بكام؟ عايزين لون غير. أول مرة الآي ب1 ب13، معلش، وهي 1 3 اه 1 3 ب13. هل 13 أكبر من 3؟ ترو، الكلام ده صح. بيرفورم تشتغل. بيرفورم هتبعت ايه؟ هتبعت الاي المرة دي بكام؟ ب13 و12 هتنزل 12 اللي هي معطاه. تمام كده، دي الاي اهي، هتبقى ب13 لان احنا المرة دي في اي ب13، وال12 تنزل وال13 تنزل. تمام، دي كده 12. طيب ايه اللي حصل كده؟ اللي حصل استدعاء، راح هناك 13 و12 و13. تمام. تعالى اقفل لي كده الشاشة، عايز اتاكد ان كاتبين الارقام صح. 12 و3 مش 13، ايوه كويس ان ركزنا. فنيجي هنا نحذف الواحد ده. تمام، هي 3 بس، الوان ده غلط، الوان ده كده غلط. 3 اي و12 و3. طيب بيرفورم تشتغل. بيرفورم اشتغلت، هتروح تنادي فين؟ دي هتيجي وتروح تنادي هنا. تمام، دي بتنادي هنا، بتعمل ايه؟ بتبعت لها اي و12 و3. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ال12 فين هي الدالة؟ ثواني كده، انا دلوقتي هنا الاستدعاء حصل. اللي بيحصل ان بيجي هنا كاونتر. طب وكاونتر دي مكان ايه؟ كاونتر، لو تلاحظ كاونتر في مكان الاي. شايف الاستدعاء؟ كاونتر هي دايما في مكان الاي، يعني الاي اللي جايه 13 هي مكان كاونتر. ستارت مكان 12 اللي هو كاتبها في السؤال، اند مكان 3. هنا كده 3 و12، ودول ثابتين على طول. احنا عشان الشرح مطولين، انت اول ما تكتب الجدول بنفسك هتجري، انت مش قاعد تشرح لحد. تمام. طيب وهنا الاي المره دي ب 13، فهنيجي هنا بيقول له لو اذا كاونتر اللي هي ب 13 دلوقتي ناقص 10، 13 ناقص 10 بيساوي 3، اكبر من اند كام؟ 3. هل 3 اكبر من 3؟ فولس. بس ركز ان دي اور مستنيه ترو واحده عشان تشتغل، فبص الناحيه التانية. يعني لو هي اند خلاص اعرف ان الاف مش هتشتغل، بس دي اور يبقى نبص الناحيه التانية وبقول له لو كاونتر اللي هي كام المره دي؟ اللي هي الاي اللي هي 13 اقل من او تساوي ستارت اللي هي كام؟ 12. هل 12 اقل من او تساوي 13؟ يعني هل 13 دي اقل منها وتساوي 12؟ لا، 13 اكبر منها، لا تساويها ولا هي اصغر منها، فكده فولس. فالاور طلع هنا فولس وهنا فولس، ما تشتغلش، هي مستنيه ترو واحده او كله ترو. يبقى ايه اللي يشتغل؟ هيشتغل ايلس. يقول له دوكيومنت دوت رايت لاين كاونتر، اطبع كاونتر اللي هي 13 وانزل سطر. يبقى ماوس الكتابه هيبقى هنا، سهم الكتابه بدايه السطر المره الجايه كتابها هتبقى هنا. يبقى اروح هناك اعمل كده في الجدول. خدت بالك بقى؟ فنحذف كده، نيجي هنا، يبقى ايه اللي اشتغل؟ اللي اشتغل إلس. طبعت ايه؟ طبعت 13 ونزل السطر الكتابة هنا. تمام. تمام. نيجي
اقفل السطر كده. اصبر بقى. طيب هنروح فين دلوقتي؟ خلصنا حشوة الفور. نرجع للمرحلة. بص المراحل اهي. دي كده المرحلة الأولى، دي كده المرحلة التانية، دي كده المرحلة التالتة اللي هي حشوة الفور. الزيادة والنقصان هي المرحلة الرابعة، ده جوه الفور. طيب هتنقص هنا 2، 13 ناقص 2 كام؟ 12. تمام كده. 11 قصدي، ثواني. أنا كنت عامل على كام؟ ما فاكر. تعال. دي 13 ناقص 2، 3 ناقص 2، فيتكتب هنا 11. كده الاي بكام؟ ب11. نيجي نكتب هنا 11. هل 11 أكبر من 3؟ والله ترو. يبقى نبعت ايه؟ نبعت الاي اللي هي كام؟ 11، وبيتبعت معاها 12، وبيتبعت معاها 3. تمام. والمرحلة دلوقتي اللي هيحصل بالفورم، هنروح للفورم. اهو انا كاتب لك اهو، هنروح للفورم. تمام. لبيرفورم، دالة بيرفورم. طيب هنيجي هنا، جالها ايه؟ جالها 11 مكان الكاونتر. تعالى نقفل كده. جالها هنا 11، وجالها هنا 12 اللي هي ثابتة، وجالها هنا 3 اللي هي الاند، ودي برضو ثابتة. بيقولوا لو كاونتر اللي هي 11 ناقص 10 ناقص 10 بيساوي 1، 11 ناقص 10 بيساوي 1 أكبر من اند 3، فده ما حصلش. فولس، 1 مش أكبر من 3. اور كاونتر أقل منها ويساوي ستارت. الكاونتر بكام؟ 11. هل 11 أقل منها ويساوي 12؟ 11 أقل منها ويساوي 12. يبقى يحصل إيه اللي يحصل؟ هيطبع كاونتر. هيطبع إيه؟ هيطبع 11 وينزل سطر. تمام. يبقى هنيجي هنا هنطبع في الليف. هنطبع فين؟ على السطر اللي تحت. ركز ان احنا نزلنا سطر فوق بعد الالس. فنيجي نطبع هنا 11. الراجل ده مزعج اوي صحيح يعني. لا، ايه الفخامة دي؟ ايه الفخامة دي؟ هي دي الاسئلة اللي انت هتاخد وقت فيها في العملي، بس ايه كله بجزاته؟ ده ولا النظري؟ ده ولا الفين سلايد نظري؟ ها. فنيجي كده. بس عايز اظبط جدولنا عشان ما نبقاش بنستهلك مساحة، عشان محتاجينه كله. طبعا 11 ونزلنا سطر. يا عم انت، انا بسيبه وبيروح هو متحرك بعديها. تمام. نيجي هنا. اه، فطبعا 11 ونزلنا سطر، هنكتب هنا المرة اللي بعدها. تيجي بعد كده المرحلة الرابعة النقصان. انت المرة دي 11، 11 ناقص 2، 10، 9. تمام. اهي الاي بقت 9. هل 9 اكبر من 3؟ ترو. يبقى ابعت 9، وابعت 12، وابعت 3. تمام كده. فاصلة فاصلة. البرفورم في ملف الجافا سكريبت. تعالى يلا نروح. بعتنا هنا 9 مكان الكاونتر، وال12 وال3 ثابتين، فنيجي هنا احذف لي دول. جه مكان الكاونتر كام؟ بنقول مكان الكاونتر جه 9، وهنا 12، وهنا 3. 9 ناقص 10 -1. هل -1 أكبر من 3؟ فولس. طيب كاونتر بكام؟ كاونتر ب9. هل هو أصغر منها ويساوي 12؟ هي 9 أصغر من 12، فترو. يبقى نطبع ايه؟ نطبع دي. هنطبع ايه؟ هنطبع 9 وننزل سطر. ماشي. فنيجي هنا هنطبع كام؟ هنطبع 9، والسهم هينزل على السطر اللي بعده. تمام. طيب وبعدين 3. نرجع للزيادة والنقصان. 9 ناقص 2، 7. هاتوا بنفس اللون. 7. الاي بقت ب7. هنفضل شغالين لحد ما نوصل للفرامل ان ما تبقاش 3، لان 3 مش اكبر من 3. 7 هل اكبر من 3؟ ترو. ابعت يا عم 7. ابعت 12،
ابعت 3. تمام. يلا نروح نشوف بيرفورم. وصلها المرة دي 7 12 3. احذف. هنقول ايه؟ انت بظبطها بقى في جدول الإجابة انك تخلي فيها أماكن للتلاتة دول عشان تشيك. فنيجي هنا 7 المرة دي، وهنا 12، وهنا 3. طبعا 7 ناقص 10 -3 -3 مش أكبر من اند، فالشرط ده كده كل ما هنمشي هيكون فولس. نيجي هنا 7. هل 7 أقل منها وتساوي 12؟ والله ترو، هنطبع 7. يبقى احنا كده ببساطة هنطبع، قول معايا لحد ايه، لأن احنا كده مش محتاجين نكمل. احنا كده، اصبر، كده بتبقى السؤال واضح ومش محتاج تتابع ليه. تعال بص، 7 هنطبع 7، وبعد كده لا هنطبع 7 هنا، هنا الطباعة، وبعد كده ناقص 2 هتبقى 5. تمام. و5، 5 هي فعلا أكبر من 3. هنبعت 5 وال12 وال3. تمام. فنيجي هنا 5، احنا خلاص كده خلصنا. ليه 5 12 3. هل 5 ناقص 10 اللي هي -5 أكبر من اند؟ قلنا لأ، -5 مش أكبر من 3. هل 5 أقل من 12؟ قلنا ترو. اطبع ايه؟ اطبع 5، ف5 تطبع. فنيجي هنا، هيطبع ايه؟ هيطبع السطر اللي بعديها 5. خدت بالك؟ بعد كده 5 ناقص 2 3. فنيجي هنا اللاي بكام؟ ب3. هل 3 أكبر من 3؟ فولس. وقفت اللوب. يبقى ايه اللي هينطبع؟ اللي هينطبع دول بقى، دول كده اللي هينطبعوا. تمام. دول كده اللي هينطبعوا تحت بعض. فتيجي تقول له ايه؟ ان الاوتبوت تبعنا هو 13 11 9 7 5 تحت بعض. هو ده الاوتبوت تبع السؤال ده. تمام كده. تمام. إيه... تعال نشوف. عايز اشوفها في الكود كده. لو رحت شغلته فيلم فاير اكسبلورر، شغله لنا في المتصفح، طبع كام؟ طبع 13 و11 و9 و7 و5. 13 و11 و9 و7 و5. بس خلصنا. يبقى انت هتعمل لها الجدول ده في كراسة الإجابة، وبعدها تيجي تكتب الكويشن ده بارت 3 كويشن 2، تروح كاتب كده بارت 3 كويشن 2 وتعمل كده وتكتب انسر. تمام. انسر نقطتين، وتكتب دول تحت بعض بالشكل ده. هي هتقرا دول في كراسة الإجابة اللي معاها، في نموذج الإجابة اللي معاهم نماذج إجابة. لو كاتب 13 صح، 11 صح، 9 صح، 7 صح، 5 صح، يدوك الدرجة بس، وهي دي إجابتك. هم مستنيين يشوفوا ده، لكن أنت استعين بالجدول ده عشان تخلص الموضوع. تمام. من الجدول تتوه. طيب، خلصنا. نيجي بقى للسؤال اللي بعده. سؤال السي اس اس اسهلهم بقى. دي الأسئلة الهدية. احنا كده خلصنا كام؟ خلصنا 5 درجات في ال HTML، وفي الجافا سكريبت الأول كويشن 1 5 درجات، في كويشن 2 5 درجات، ادي 10 درجات حلوين. نيجي للسي اس اس 5، وتحلوا برضه ان شاء الله صح، يبقى انت كده عامل 15 درجة. تعالى كده نعمل ملف سي اس اس. عايز اشوف لو هو هيقول يعمل ملف سي اس اس، بس هو ماله، خلينا نعمل ملف سي اس اس تيست دوت. بلاش تيست، هو كعمل الملف ليه اسم هنا، فول mta دوت سي اس اس. سيف. يحذف بقى الكلام اللي صدعنا ده، او خليه كومنتس. تمام. نيجي هنا، والله يحذف.
عشان نشتغل ايه على سؤالنا صح. نيجي السؤال بيقول لك ايه، اكتب سؤال سي اس اس، كود سي اس اس معلش محفوظ في الملف فول ام تي دوت سي اس اس. يبقى احنا هنكتب في ملف دوت سي اس اس لوحده، ملف سي اس اس منفصل. الملف ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على تنسيقات للهيدر 1 اللي هي اتش 1، قلنا معانا من اتش 1 لحد اتش 6 عناوين، اتش 1 اكبرهم لحد اتش 6 اصغرهم، كل ما بتنزل برقم العنوان العنوان بيكون اصغر واصغر واصغر. طيب هيدر 1 ماله؟ التكست الاينمنت السنتر، يبقى تكست ولحد الاين الان، تكست الاين بتتكتب لحد الان وبينهم علامه الهايفن كده الناقص، ونعمل نقطتين ونكتب سنتر. تمام. والباك جراوند كلر، باك جراوند كلر بينهم علامه الناقص والنقطتين واللون ايه؟ يلو، يلو الاصفر. تمام. وبعدين عندنا ايمج سيلكتور. طيب فنيجي هنا على طول بقى هعمل لي الكلام ده فين؟ هو اهو عندنا هيدر 1 يبقى السيلكتور اتش 1، افتح كاليبريسز. تكست الاين، تكست نكتب تكست علامه الناقص نكتب الاين. تمام. اعمل يلا كولون سنتر. تمام. سيمي كولون. خلصنا. عايز حاجه تاني ليه؟ عايز الباك جراوند كلر، باك جراوند، باك جراوند بينهم علامة الناقص كولر. تمام. كولون. هو مديني القيمة يلو. شوف السؤال سهل، سؤال السي اس اس ده الهدية، الخمس درجات هدية حرفيا. طيب بعد كده معاك سيلكتور ايمج، بيقول لي اي ام جي بوردر ويدث، بوردر علامة ناقص كلمة ويدث اللي بيقول عليها في السؤال كولون. عايزه كام؟ عايزه 10. ما دام قال 10 وسكت يبقى بيكسل، لو عايز وحدة غير البيكسل هيقول لي فاكتب بي اكس وخلاص. طيب بوردر ستايل يبقى كلمة بوردر وعلامة الناقص وكلمة ستايل وعلامة الكولون. عايز ايه؟ عايزه سوليد، سوليد. تمام. بس خلاص. تمام كده خلصنا السؤال ده. خلصنا السؤال كده وكده خدنا فكة حلوة، 2.5 جنيه من ال5 جنيه كده عليه. خلاص خدنا 2.5 جنيه على الجزئية دي. تمام. تعالى بقى للسؤال بي عشان ناخد ال2.5 جنيه التانيين ويبقى معانا 5 جنيه حلوين. هنا بيقول لك اعمل ملف HTML كود، هيبقى اسمه كده فول امتيت HTML. هيعرض ايه؟ هيعرض الهيدر 1 اللي احنا عملنا له تنسيق فوق، وهيعرض الايمج. والهيدر 1 بتقول ويلكم تي تي 284 ستودنت، مرحبا بكم طلاب تي تي 284. والايمج بتقول او الايمج بتعرض صورة اسمها ايه؟ لوجو بي ان جي. ماشي. ملف ال HTML body header 1 h1. عايز ايه في h1؟ معلش يبقى ايه ده؟ ايه ده كله؟ h1. تمام. انا اللي عذبت نفسي لما دوست انتر بالغلط. طيب استاهل، لان انا استاهل. تعالى هنا. طيب h1 هنقول ايه؟ ويلكم تي تي 284 students. ويلكم تي تي 284 ستودنت، الكابيتال السمول سمول زي ما هو بيقول في السؤال بالظبط، ما جودش من عندي. ويلكم تو تيم 284 ستودنتس، ولسه كابيتال ولا سمول؟ لسه سمول، بس زي ما هو كاتب اكتب ستودنتس. تمام. ستودنتس ولا ستودنت؟ ستودنتس. شفت مركز معاه ليه؟ ما تديهمش حجه يقول لك اصلك نسيت حرف اس، ما تديهمش عذر. تمام كده. طيب بعد كده ايمج كلنا بنكتب ايمج، بس موظف ايمج ده. تمام. ايمج ده الموظف. طيب بنقول سورس، وفي سورس نكتب بقى هو جاي منين. هو جاي منين؟ هنفرض ان هو في الملف على طول ونقول لوجو بي ان جي. لو هو في ملف تاني كان هيديك المكان كامل، يعني كان هيجي يقول لك في السؤال، مش انت اللي هتقولها، سي وكولون وفورورد سلاش كده وملف معرفش ايه جوه السي وملف ايه. لو حصل كده هو كان هيقول لك، لكن هو قال لك لوجو بي ان جي، فهو كده معناه ان هي جوه فايل المشروع، فلوجو بي ان جي وخلصنا. تمام. بس وخدنا كده ال2.5 جنيه التانيين. تمام. بس وخلص السؤال ده، ومبروك عليك 5 درجات هدية. شفت الموضوع تافه هنا ازاي؟ تمام. تعالى بقى نكمل. وما ننساش حاجة، انا نسيت حاجة، انا نسيتها، اوعى انت تنساها. ليه؟ راحت كده درجة، راحت حاجة بسيطة من ال5 جنيه. راحت ايه؟ راحت ان هو قال لك ده ملف سي اس اس منفصل وده ملف في اتش تي ام ال منفصل. فين العقد؟ فين الربط ان ده شغال عن ده؟ هو ده اللي نسيناه. ما تنساش ان هي دي الفكرة وهي دي قوة السؤال. ممكن يكون عليها درجتين من ال5، يبقى خدنا 3 درجات من 5. حرام. تعمل العقد ازاي؟ قلنا لينك.
جوه الهيد، تيجي تعمل لينك جوه الهيد. تمام كده، اقفل اللينك. بتستخدم عدتين شغل ليه عشان تقول له انت ما ليك علاقه بحد تاني او عقد تاني. بتقول ريليشن REL وتقول له ستايل شيت. تمام يا عم تكمل يا عم، بيجي عند المهم ومش عايز يكمل. طيب الملف ده علاقته بينا ان هو ملف تنسيقات. هو بقى مين اصلا href بقى؟ هو فين بقى؟ هو ده، تكتب href وتكتب اسمه ايه؟ fallmt.css. تمام كده. فممكن السطر العبيط ده يكون عليه 2 جنيه من ال5 جنيه دي، يبقى حرام تروح، او حتى 3 جنيه من ال5 جنيه دي. ليه؟ لانه عارف ان الباقي ده سهل. عايزك تشوف لما احنا عملنا CSS في ملف منفصل، هل انت فاكر سطر العقد اللي هيربط الملفين دول ببعض يقول لي ده انت شغال عند داتا تنسيقات وتشطيبات؟ تمام كده. تمام. طيب السؤال اللي بعده، وده بقى سؤال يعني زي ما بنقول رص بقى. تمام كده، سؤال ال HTML للفورم. تقعد ترص، والسؤال ده نصيحة هنا وهنا. يعني يعني عينك مع الصورة وعينك مع الأسئلة. الصورة بتوضح ان في مسافات، ان هم مكتوبين تحت بعض، بتوضح الحاجات دي. تمام. واسمه ايه ده، والاسئلة فوق بتوضح لو في هيدن بوتون. ليه؟ في زرار من نوع هيدن اللي هو input type equal hidden، ده مش هتشوفه في الصورة تحت، فلو انت بتشتغل بالصورة بس هتنساه وهو عليه درجة فوق من ال10، فيبقى حرام عليك كده. تمام، لان ده ب10 درجات، السي اس اس ب5 درجات، والاتنين اللي فوق ب10 درجات. هما كلهم كده عاملين كام مع بعض؟ 25 درجة. تمام، لأن الاختبار ده كله تقريبا من 60، المرة دي مش 30. تمام كده. طيب فتعالى بقى نبدأ نشتغل. النصيحة زي ما قلنا ايه، عينينا على 10 أسئلة الكتابية والصورة مع بعض. ما بصش هنا واتكل على هنا، ولا هنا واتكل على هنا، اعتمد على الاتنين. طيب نبتدي بقى ونحذف كود ال HTML كله. عشان ايه؟ من البداية بيقول لي ديفلوب ويب بيج، هنعمل صفحة ويب بيج. الصفحة دي فيها كل الآتي ده، فيها بيج تايتل ميديسن ريكويست. البيج تايتل زي ما قلنا هي عنوان الصفحة فوق كده، زي دي اسمها TT 284. فاجي هنا موظف ال HTML، يلا بسرعة، اللي هو الايه، المقاول ده اللي مع الموظفين دول كلهم. يلا الهيد بسرعة، شغال على ورقة عشان كده بقول لك لازم تكتب على ورقة. هيد معانا تايتل، يبقى انزل تحتها اعمل تايتل بسرعة. تمام، تايتل عايزين ايه جوه تايتل؟ عايزين نسميها اسم. هو بيقول الميديسن، والدي الام اولها كابيتال، الكابيتال كابيتال والسمول سمول. ما تديهمش حاجه، يقول لك ريكويست مكتوبه سمول وانت ما كتبتهاش. تمام. طيب ميديسن ريكويست، موظف البادي، يلا حشوه الصفحه. ايه تاني عندنا هيدر 1، عنوان رئيسي كبير اسمه ميديسن ريكويست فورم. ماشي، يبقى جوه البادي. ادام قال هيدر 1 يبقى H1، هيدر 2 H2، هيدر 3 H3. تمام، يبقى ده هيطلع. طيب اسمه ايه؟ ميديسن ريكويست فورم. تسلم على انك كتبت كل ده. طيب نيجي هنا بعد كده عندنا فورم، والفورم دي اكشن. بص هو كاتب فورم واكشن، واحنا فعلا هنكتب فورم واكشن جوه. تمام كده، ثواني. ومديك لينك، يبقى انت هتعمل ايه؟ هنروح نفتح نكتب كده في اوبن تاج الموظف فورم، وهنكتب جنبيه كلمة اكشن اللي هو مديلك في السؤال، وهنكتب ايكوال، ونكتب تحت جنبها اللينك ده كله للاخر. تمام. بعد كده بيبقى عندنا ميثود، وقلنا الميثود دي عندنا نوعين، البوست والجيت. امتى دي وامتى دي؟ قلنا جيت لما تكون البيانات مش سرية، يعني مش يوزر نيم وباسورد. مثلا لو احنا عندنا سيرش انجن والناس بتبحث عن حاجات، يبقى حط لهم الميثود جيت. ليه؟ ده اسرع، عشان تجيب لهم النتائج بسرعه، لان كده كده مش محتاجين نخبي حاجه، ولا الامان ولا السكيورتي، فهنا السرعه مطلوبه. لكن لو في يوزر نيم وباسورد، لا نحط بوست بقى. ليه؟ لان جيت مصيبتها مصيبه، لو حد كتب يوزر نيم وباسورد جيت بتبقى بتخليهم ظاهرين هنا فوق في المكان ده. تمام، بتخليهم ظاهرين هنا في الشريط ده، وده ما ينفعش، فساعتها بنستخدم بوست. تمام. طيب فاحنا هنا شكلنا هنشتغل على اي دي، فتعالى كده خلي الكلام ده مكتوب زي ما انا بس فهمتك. كلمه فورم واكشن واللينك اول 3 حاجات بتتكتبوا في الفورم قدامك في السؤال. زي ما قلت لك ميزه الاسئله في الماده دي، في عنوان السؤال مستخبيه الاجابه. هنيجي نكتب فورم اكشن اهي على طول، اكشن ايكوال اللينك التعبان ده HTTP، تكتبه لحد اخره ما تطفش، نورتون
دوت سي دوت اوبن دوت اوبن الاول دوت اي سي دوت يو كي فورورد سلاش ريفلكت دوت بي اتش بي. اكتب اللينك لحد اخره لحد الدوت بي اتش بي، مش عايزين طفش هنا. بعد كده ما تنساش ان هو مستنيك تعرف دي من نفسك ميثود، دي مش واضحه في السؤال. قلنا بوست او جيت. هو هنا هيطلب منه ايه؟ هيطلب منه بيشنت اي دي وبيشنت نيم، ما فيهاش باسورد، ممكن تخليها جيت بس في اللي يقول لك ايه ده مرضى فخليها بوست عادي. فانت خليك يا راجل من الناس اللي بتخاف على امن الناس وامن العملاء وخليها ايه بوست وريح راسك. تمام كده تمام. عملنا الفورم، والفورم من نوع الاوبن والكلوزد تاج، يعني الراجل ليه كلوز تاج ما تنساش. طيب هنكتب بقى باقي الطلبات اللي جايه كلها جوه الفورم دي. تمام. ايه بعديها؟ هنكتب جواها تكست انبوت تايب فيلد فور ذا بيشنت اي دي، اللي هو ايه؟ اللي هو ده. يعني انا لو قريت الحته دي بس انا هفهم ان هو عايز مربع نكتب فيه بيشنت اي دي، ولو ما بصيتش على الصوره هنسى ان في ليبل اسمه بيشنت اي دي. خدت بالك بقى؟ فعيني مع الصوره وعيني مع السؤال اللي فوق. فنيجي هنا نعمل ايه؟ ليبل. عايز تعملها باراجراف اعمل، عايز تعملها ليبل اعمل. المهم بس خلينا فاهمين ان انت ايه عينك مع ايه؟ مع الصوره والسؤال. ليبل بيشنت اي دي والكولون والاي دي كابيتال زي ما هو كاتب. هل بيشنت اي دي مربع اللي بيتكتب فيه بيشنت اي دي جنبها في الصورة ولا تحتها؟ جنبها، يبقى مفيش داعي لبريك لاين اللي بتنزل سطر. ونيجي نعمل الانبوت. انبوت طيب نوعه ايه؟ والله ده اي دي، ممكن تخليه نمبر وممكن تخليه تكست. تمام. عدة الشغل، بمعنى في ناس يخلوا الاي دي ارقام وفي ناس تخلوا الاي دي حرفين ورقم. فهو مثلا بيشنت فيخليها بي تي 100 يبقى المريض بي تي 100، بي تي 101، بي تي 102. في اللي بيخليها فيها حروف، فخلي التايب تكست ورايح راسك. تمام. تكست عشان بس في تايب زي لو كنا فاكرين في تايب باسورد. تمام كده. في بقى عدة تانية بتبقى ايه؟ اللي هي نيم والحاجات دي، عايز تعملها اعملها. تمام. يعني بالنيم دي عايز تعملها اعملها. نيم فاليو، فاليو بلاش فاليو لو هو حاطط رسالة في المربع، فخلي ايه في نيم وشكرا. عايز تعمل اي دي براحتك برضو. تمام. عايز تعمل اي دي براحتك، كله بدرجاته وكله بحسناته وثوابت. نيجي هنا بيشنت نيم والمربع اللي تبعها مكتوبة تحت منهم مش جنبهم، يبقى في بريك لاين. تمام. ننزل سطر بريك لاين. انا بس عايز ازوم لك عشان انت لو مش شايف الكود. طيب بريك لاين مكتوب هنا السؤال اللي بعدها تكست انبوت تايب فيلد فور ذا بيشنت نيم. لو قريت بس كده هنسلبه للي تحت في الصورة بيشنت نيم وجنبها المربع تبع البيشنت نيم اللي هو عايزه. نيجي هنا مش مخسرنا حاجة، هات يا عم دول. طبعا انت على الورقة ما عندكش الميزة دي. تمام كده. على الورقة يكتب يا عم ايه؟ كتابة بيشنت نيم. طيب بيشنت اي دي النيم. ايوه. والتايب تكست خلصنا. تمام كده. طيب تكست اريا فور تايبنج ريكوست. تكست اريا هي المربع ده. ولو كنا بصينا على السؤال بس فوق كنا هننسى الليبل اللي هو كاتبه في الصورة تايب ميديسن ريكوست. خدت بالك؟ فلازم عينك على الصورة وعينك على السؤال. ايه قلنا ايه هو التكستيريا؟ التكستيريا ده زي ما هو مربع كده، بيقول لك لو عندك ريكوست اطلب، لو عندك نصيحه اكتب، عايز تشتكينا اكتب، عايز تشكرنا اكتب، عايز تقترح علينا حاجه اكتب. فبيدوك مربع كبير كده في المواقع زي ده تقعد تكتب فيه. بيتعامل ازاي؟ من اسمه. هو تحتهم ولا جنبهم؟ تحتهم. وفي ليبل، في ليبل. يبقى نعمل بريك لاين الاول. بريك لاين انزل اعمل الليبل يلا بسرعه. ليبل. هو ليه يا عم المقترح ده كله؟ انا بس ببص على اللي هو بيقترحه. تمام. طيب ميديسن ريكوست ده من الصورة خلي بالك، يعني ده مش في السؤال. ريكوست وانا اكتب زي ما هو كاتب تي كابيتال يبقى تي كابيتال. تمام. معلفش من عندي.
وعاملين كولون اللي انتوا عاوزينه، ومن غير بي ار هي هتيجي تحتها. تمام. تكست بوكس تكست اريا دي ما بتتكتبش جنبها، هي هتنزل سطر لوحدها. ونيجي هنا نقول تكست اريا اهي. بص بتتكتب تكست اريا بالحرف. مشكلة بقى ايه؟ هنا في حاجتين هو مستنيك تفتكرهم. التكست اريا بتشتغل بنظام أعمدة بتمشي كده، يعني ده بدايتها. بص التكست اريا اللي في الصورة دي هي متقسمة كده أعمدة، خدت بالك؟ فالأعمدة اتجاهها ازاي؟ الأعمدة اتجاهها كده. والصفوف اتجاهها ازاي؟ الصفوف اتجاهها كده لتحت. تمام. الصفوف اتجاهها كده لتحت. ففي صفوف وأعمدة، فهو مستنيك تفتكر columns وروز وانت اللي تكتبهم بنفسك. فتيجي هنا تديله عدة الشغل columns هم COLS equal 10. ما نزودش عن كده، قدر انت براحتك بس خليها 10. وروز تمام. صفوف خليها 5 زي ما هو بيقول، مفيش مشاكل. تمام. طيب خلصنا. فيلد فايل فيلد تو ابلود بيشنت اي دي، خانة ملفات. طيب في اي حاجه مكتوبه قبلها؟ مكتوب ليبل بيقول ابلود بيشنت اي دي. لو انا مش باصص غير فوق بس كنت هنساه. فنيجي هنا ومكتوب ايه؟ مكتوب تحتهم يبقى في بريك لاين، في بريك لاين. تمام كده. نيجي بريك لاين. الليبل اللي بيقول ابلود يبقى ليبل، وبيقول ايه ده؟ ابلود واليو كابيتال، بيشنت والبي كابيتال، اي دي وكلها كابيتال، والكولون الزرار جنبيها ولا تحتها؟ جنبيها، يبقى ما فيش داعي لبريك لاين. انبوت انبوت. وهنا ده نوع ملفات يبقى تايب ايكوال فايل. خلصنا. عايز تديله نيم اي دي كله بثوابه، اديله نيم واي دي. تمام. يعني ممكن تكتب اي دي كمان ايكوال. بعديها بيقول لنا هتعمل لينك ان المستخدم لو داس على الكلمه اللي هتبقى ظاهره دي وديه على الصفحه دي، لينك للحاجه دي. طب في فكره هنا؟ في فكره. ايه هي؟ ان اللينك ما بيتكتبش كده، لازم نكتب http:// وبعديها ده. تمام. فور ميديسين ريفرسنج. تمام كده اللي هو كاتبه ده. انا معايا اللينك ده عشان ارحم نفسي، معايا اللينك ده مكتوب، بس هاته كده. تمام. حلو قوي. طيب اللينك كنا بنعملها ازاي؟ بنعملها بحاجه اسمها انكور تاب، وهي مكتوبه هنا ازاي؟ مكتوبه هنا كلمه ميديسين ريفرنس ديتيلز، وهي هنا مكتوبه ميديسين ريفرنس ديتيلز وتحتها الخط، لان هي هتظهر باللون الازرق وتحتها خط، بمعنى لو حد داس عليها هيوديه للموقع ده. تمام. فنيجي هنا هي تحت بريك لاين. يلا. تمام. الانكور اختصارها الايه؟ الانكور تاب. تمام. اللي هي تبع اللينك. ليها موظفين اللي هيتكتب جواهم، ليها عدة شغل معلش اللي هيتكتب جواهم الحاجات. اللينك ده، اللينك اهو، ما ينفعش تروح تكتبه من غير دي اهم قطعة. يعني لو انت كاتبه كده بلاش، اكتب ال http فورورد سلاش وبينهم الكولون ده ما تنساش، http كولون فورورد سلاش وبعدها اللينك للاخر. تمام كده في الورقة. طيب الكلمة اللي ظاهرة على الشاشة وتحتها اللون الازرق بتتكتب فين؟ بتتكتب هنا. الكلمة دي ايه؟ ميديسن ريفرنس ديتيلز زي ما هو كاتب. هاتها كده ونكتبها هنا وشكرا. تمام. ايه تاني؟ ايه تاني سعادتك؟ بعد كده هننزل سطر وهنعمل زرار ريست وزرار سبميت وخلصت اهو. ريست بوتون وسبميت بوتون. ليه رحت اقرا الاسئله؟ كان ممكن يكتب هيدن بوتون، والهيدن بوتون مش بيشاف في الصوره، ولو نسيته حرمت نفسي درجه من 10، وانا اصلا داخل انجح بالعملي مش مذاكر. تمام كده. تمام. فنيجي هنا يبقى ايه؟ بريك اللاين، زرار الانبوت. طيب احلى حاجه في الزراير دي ان هي باسمها. عايز ريسيت يبقى ريسيت اهو، خدت بالك هو اسمه ريسيت. طيب ريسيت. تمام. عايز تديله نيم واي دي والكلام ده ولا فاليو؟ يا باشا اللي انت عاوزه. عايز تديله اي دي اللي انت عاوزه. انبوت. طيب اسمه سبميت. تمام. ايكوال سبميت. مية 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 مية. عايز تديله حاجة تانية اديله. تمام. خلصنا. خلص السؤال كله. عايزين نشوف نتيجة الجمال ده. ريفيل ان فايل اكسبلورر. شغل يا عم الصفحة. تمام كده. هات يا عم الصفحة دي اهي. تمام.
زي ما انت شايف الجمال. وطبعا سيبك بقى ايه، محتاجة حبة بريكات لاين كده، يعني مثلا دي عشان انا ايه عامل بريك لاين واحد، لو اديناها هنا بريك لاين اتنين يا جدع ما تضايقنيش، وهنا بريك لاين كمان، تمام كده، وهنا بريك لاين كمان، وهنا بريك لاين كمان، وهنا بريك لاين كمان، هتحلو اوي كده. تعالى كده، تمام. بص معايا الجمال ده، ايه رأيك؟ ادي الفورم اللي هو طالبها في الصورة، وادي الزرار اللي تشوز، وادي الميديسن ريفرنس ريكويست وتحتها الزرار الازرق، وادي الريسيت، وادي السبميت، اماكن طلبات الاي دي والنيم والليبلز اللي كنا هننساهم لو ما بصيناش على الصور، تمام. وادي التايب ميديسن ريكويست، وادي التكست اريا، ادي نصايحك، اشتم، اشكرنا، عبر عن رايك، وزرار رفع الصور والملفات. وبكده خلصنا العملي. وخدنا كام يا معلم؟ 10 درجات HTML، 5 درجات CSS، 5 درجات جافا سكريبت، 5 درجات جافا سكريبت، تمام. كلهم عاملين كام كده؟ دي 15، ادي 20، ادي 25. عشان الاختبار ده مش جاي من 30، جاي من 60، فهم بيقسموا لك الدرجة على كام؟ على 2، تمام كده. بس مش على 2 قوي، عندهم معادلة، لما سألناهم قالوا ان عندنا معادلة مالكوش دعوة بيها، احنا بنحسب في الاخر بطريقة تانية خالص غير اللي انتوا بتفكروا فيها. يعني هي بال60 على 2 وخلاص، تمام. فانت ما تروحش تقول 25 على 2 كده وتسكت، تمام، لان هما مش شغالين كده، هما مش شغالين كده، عندهم معادلة تانية خالص، تمام. بس ودي كانت مراجعة ميد ترم سريعة. الاختبار سهل، الاختبار يعني تلاشي منه لو انت ايه داخل جاهز بالعمل، انت عايز تنجح، تمام. ودي من المواد اللي هو ايه نجحوني وخلصوني، تمام. وانا بعت لكم يعني ملف ما كانش المفروض يتبعت، بس بعتناه بالغلط واعتذرنا لصاحب الملف. الملف فيه ملفات يعني اختبارات كتيره من ده ومحلوله بالاجابه النموذجيه، وبعته لكم في جروبات الواتس ونوهت بكده، تمام. تقدر بقى انك ايه تفتح الملفات دي وتتدرب على الاسئله العملي كلها اللي فيها. ممكن يجيب كذا، قلنا كله ممكن يجيبه. HTML CSS اساسي، الداونلود تايم والاس كيو ال والبي اتش بي والجافا سكريبت هو بينقي على مزاجه. 2 من ده، طب ده وده، طب ده وده، طب ده بس اللي هو عاوزه. لكن HTML و CSS جاي اساسي، انت تستعد لكله، تمام. وقول انا عايز اقفلهم كلهم، ايا كان اللي هيجيبه قول انا عايز اقفلهم كلهم، عايز الدرجه الكامله بتاعتهم، تمام، عشان ننجح ونخلص. لان انت لو ركزت عملي ميد وفاينل وان شاء الله درجاتك كويزات وتيم 100 100 100، خلاص انت بتلعب في تقدير اصلا بي بلس كمان. عايز حاجه تاني؟ مع انك رامي النظري هتجيب بي بلس، تمام. فشد حيلك، مش عايزين خوف، مش عايزين توتر، ماده سهله ما دام بتتذاكر بالشكل ده. اللي يخاف ولا اللي مضيع وقته سلايدات، تمام. بس كده، اشوفكم ان شاء الله في الرصات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.